يا هلا هلا واهلا بيك في فيديو جديد. النهارده هنعرف الزيتونة عن الضمائر بشكل مختصر، وهندخل في ديتيلز كتير عن الضمائر. احنا اتكلمنا عنها بشكل مختصر قوي الفيديو اللي فات، اللي هي ضمائر الفاعل اي وي وي ودي والحاجات دي. النهارده هنكمل في ضمائر المفعول وضمائر الملكية برضو. بس قبل اي حاجة انا عايز اعرفك هدفي. هدف ايه من التشانل دي؟ هدفي ان انا اعلمك فور فري تماما، اسسك صح، بدون اي مقابل، بس نشوفك ناجح. فيا باشا ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ. الضمائر. قبل اي حاجه انا عايزك تفكرني، ايه الضمائر اللي عندنا بالانجلش؟ اي مظبوط، ايه كمان؟ هي برافو، شي، ات برافو، وي صح، يو صح، اخر حاجه هي they. طبعا دول اسمهم ايه؟ اسمهم ضمائر الفاعل. يعني ضمائر الفاعل يعني الفاعل اللي بيعمل حاجه او بيتكلم عن نفسه. مثلا she went to school، هي ذهبت الى المدرسه، فهي الفاعل، هي اللي ذهبت فقلنا she. طيب، لو انا عايز اقول انا ضربتها، الهاء دي ضربتها اللي في الاخر دي اقولها ازاي؟ او انا سألته، سألته الهاء دي، شايفين الهاء اللي في الاخر دي اقولها ازاي؟ اقول I asked he، سألته I asked he. نقولها كده I asked، مش asked، لا asked he. هل الهاء دي معناها هي؟ طبعا لا. طيب اقولها ازاي؟ عشان اعرف اقولها لازم ابقى عارف ان الهاء دي ضمير ايه؟ ضمير مفعول، هو اللي اتسأل، هو اللي اتعمل فيه الحاجة، فلازم اعرف بالانجلش ضمير المفعول. فيلا بينا ناخد الاول ضمائر المفعول وبعدين نترجم الجملة. فاي في ضمير المفعول هيبقى مي لما يتعمل فيها الحاجة. هي هتبقى ايه؟ هتبقى هم. طب شي هتبقى her. ات هتفضل زي ما هي it. وي هتبقى us. you هتفضل زي ما هي you. they هتبقى them. مثال. بس خليني اقول لك، انا سألته الهاء هنا تبقى ايه؟ ضمير مفعول للمذكر، هتبقى him. يبقى I asked him. برافو عليك. طيب دلوقتي انا هديك مثال وعايزك انت ايه؟ وانت اللي تجاوبه، تمام؟ هو سألني. يلا يا باشا ترجم. هو فاعل، ضمير فاعل هي، برافو عليك. asked في الماضي، برافو عليك. ني انا مفعول، انا اللي اتسألت، اطلع فوق بص ها. برافو، هتبقى مي. he asked me. هو ايه؟ هو سألني. كمان مثال. عايزين نقول المدرس ضربهم او يضربهم. طب المدرس معناها ايه؟ ايوه، the teacher. يضرب يعني ايه؟ hits. hit هي hit، تمام. بس لو في المضارع البسيط وده مفرد غائب هنقول هيتس، هنحط لها اس. طب الاس دي مش مهم، سيبك منها، هنرجع لها تاني في فيديو تاني لوحدها. لحد دلوقتي انت فاهم ضمائر الفاعل وضمير المفعول. ده تيتشر هنا فاعل، فممكن نقول عليه هي عادي جدا في الفاعل، لان المدرس عاقل مذكر فنقول هي. طيب عايزين نقول المدرس ضربهم، هم دي بقى هيتس. هم دي بقى هتبقى ايه؟ يضربهم هتبقى ايه هم دي؟ هم دي they صح، بس خد بالك هي مفعول، هم اللي اتضربوا هتبقى ايه؟ هتبقى them. طيب عايز اقول بالعربي اقول ايه؟ هو مثلا إيه سألها. طبعا قلنا هو فاعل، هتبقى هي. سأل في الماضي asked.
هي مش تبقى بقى شي. الضمير المفروض تبقى ايه؟ her. اطلع فوق بص هتبقى her. يبقى he asked her. هو ايه؟ هو سألها. طيب، انا عايز اقول لكم على حاجة. اقولها ازاي بالانجليزي دي؟ هقول مي. صح كده؟ لا طبعا مش صح. برافو عليك، ايوه كده صح صح معايا. هقول اي لان هي فاعل مش مفعول. عايز want اقول لكم tell، بس want تيجي معاها to لما بيجي بعدها فعل كمان. يبقى I want to tell. اقول لكم انتوا. انتوا معناها you. طيب بس هنا تبقى مفعول. هقول لكم انتوا. انتوا اللي هيتقال لكم الحاجة، انا اللي هقول انا الفاعل، انتوا اللي هيتقال لكم. يبقى المفعول برضه you. على حاجة هنقول something. I want to tell you something. Okay. طيب، إيه عايز اقول انا احتاجهم. انا محتاجهم. مثلا محتاج مساعدة، محتاج حاجة، فبقول انا احتاجهم. ترجم يا باشا. ابدأ. انا يعني ايه؟ فاعل. ها برافو. need. طيب قول لي هم بقى دي هتقولها ازاي؟ بص فوق. هم في الفاعل بتبقى they، بس هنا مفعولة. هتبقى them. وضحت كده؟ طيب، كمان مثال. نقول ايه يا باشا؟ قول عمي زارنا. في المساء بقى ايا كان، بس عمي زارنا. عمي زارنا هتعمل ازاي؟ هتترجم ازاي؟ يلا ترجم عمي. عمي يعني uncle، وعمي انا تبقى my uncle visited في الماضي. طب نحن زرنا نحن. يبقى وي. برافو عليك. وي. انت شايف كده؟ لا يا باشا دي مفعول. هتبقى ايه؟ هتبقى us. يبقى my uncle visited us. طب ليه مش my uncle visited we؟ لان مش احنا اللي زرنا، احنا مش فاعل، احنا اللي اتزرنا. عمي هو الفاعل. فممكن نقول بدل my uncle visited us نقول he visited us. تمام كده؟ طيب عايز اقول انا بحبها. I love her. انا بحبها her. مش I love she. لا بحبها هي بقت مفعولة هتبقى her. ارجع تاني لضمائر المفعول هتلاقيها هنا her. اوكي اوكي، ايه تاني؟ ماشي، انا بتكلم مثلا عن القلم، والمدرسة بتسأل فين القلم، قلت لها انا اخذته. يبقى اي ياخذ يعني ايه؟ تيك. بس خد بالك هنا ماضي، هتبقى توك مش تيك. اخدته. اخدته هو. هي. لا طبعا، هتبقى هام. بس ده مش عاقل. يبقى I took it. انا اخدته. كده اتكلمنا عن ضمائر المفعول، اتمنى تكون فاهم لحد دلوقتي. إيه لو مش فاهم تقدر تعيد عليه جدا، انا شايف ان انا مسهل الدنيا قوي يعني ومبسطها جامد. طيب ايه ضمائر الملكية بقى؟ ضمائر الملكية لما احب اتكلم عن حاجتي، او هي تحب تتكلم عن حاجتها، او انا بتكلم عن حاجتهم. حاجة تخص حد، ملكية، حاجة حد يملك حاجة. زي ما قلت هنا مثلا لو خدت بالك ماي انكل، ده عمي انا. فعمي انا ماي انكل. تمام.
طب لو عايز اقول عمه هو او عمها هي او عمهم هم، اقول ازاي الكلام ده؟ بص يا سيدي، طبعا انت عارف ان اي في ضمير الملكية هتكون ماي، زي ما قلت ماي انكل عمي انا، وهي هتبقى his uncle عمه هو. طيب وشي، هي عمها هي برضه هتفضل her. يبقى خد بالك ان شي المفعول منها her. I visited her، هي بقت مفعول انا زرتها. تمام. أو ممكن نقول her uncle عمها. ماشي. طب it الملكية منها its. ماشي. طيب us عايزين نقول عمنا، تبقى our uncle our. you طبعا انت عارف دي هتبقى your. they المفعول منها them، الملكية منها their. فهنا خدنا ضمائر الفاعل رقم واحد، ثم ضمائر المفعول اللي هي مي أو him أو her أو it أو us أو you أو them. ضمائر الملكية تبقى my his her its، هنا مفيش apostrophe سوري، our your و their. أمثلة عشان نفهم احنا أي حاضر. عايز أقول هذا قلمي. This is my pen. هذا قلمها. This is مم. she pen قلمها هي؟ لا. طيب this is her pen، لأن هنا قلنا الملكية في she هتبقى her. هذا قلمها. طيب عايز أقول أنا طلبت من عمنا أن يعطينا مالا. يلا يا باشا ترجم. أنا ترجمها إزاي؟ ارجع تاني هنا، تبقى اي مي ماي. انا فاعل، انا اللي طلبت، تبقى اي. صح. طلبت asked او requested. asked ينفع سألت او طلبت. طيب من from عم معناها ايه؟ قلنا uncle. تمام. بس ده عمنا احنا، نحن. تبقى from we uncle؟ لا. us uncle؟ لا، ملكية عمنا احنا. we ملكية تبقى ايه؟ تبقى our. يبقى I asked from our uncle. طلبت منه ايه بقى؟ to يعطي give. برافو. يعطينا نحن. ما انا عارفها، انت لسه قلت اور. اور دي ملكية. يعطينا نحن مفعول به. ارجع تاني وي فاعل اس مفعول به، يبقى يعطينا give us. I asked from our uncle to give us money. أن يعطينا إيه؟ أن يعطينا مالا. طيب عايز أقول أنا أعطيته كتابهم. أنا اديته الكتاب بتاعه. يلا انا قلنا اي فاعل برافو. جيف يعطي، الماضي منها جيف اعطى. تمام. آه، اديت لمين؟ اديته هو هي ولا هم ولا هز؟ طيب اعطيته هو اللي خد الحاجه، فانا اللي اديته الحاجه هو بقى كده مفعول. انا اللي اديته فبقى مفعول، يبقى هم. I gave him. كتاب يعني ايه؟ بوك. بس كتابهم هم، ملكيتهم هم. نشوف هم فين they. ملكيتهم their، يبقى I give him their book.
اديتهم هم كتابهم. اديته هو كتابهم هم. تمام. طيب، عايز اقول شنطتك ثقيلة. الشنطة بتاعتك تقيلة يا معلم. شنطة يعني باج. ثقيلة هيفي. فاكر لما قلت لك في الانجليزي لازم نقول فعل فيرب تو بي، فعل يكون. شنطتك تكون ثقيلة، قلت لك كده في الفيديو الاول. فتكون هنا يعني ايه؟ از. شنطتك ثقيلة. بس هنا شنطة، شنطتك انت، ملكيتك، يبقى يو. هتبقى يور. تبقى your bag. Your bag is heavy. شنطتك ايه؟ شنطتك ثقيلة. تمام. ماشي. انا معجب بشعرها. I like her hair. ليه؟ شعر يعني hair. تمام. وشعرها هي، ملكيتها هي، تبقى her. I like her hair. طيب، عايز اقول له اعطني قلمك. اعطني ايه؟ قلمك. هنقول له give. give هنا فعل امر. لما الفعل يجي في اول الجمله اعرف انها معناها فعل امر على طول. give. اعطي. طب اعطي لمين؟ اعطيني انا. انا يعني اي. لا، ده مفعول، يبقى give me. قلمك انت يبقى يور، ملكيتك pen. طب لو عايز اقول اعطهم قلمي. give برضه فعل امر. بديله امر ان هو يديهم قلمي. طب لمين؟ هم مفعول، فاكرها؟ them. برافو عليك. قلمي انا ماي بن، ملكيتي انا ماي بن. فيلا نعمل مراجعة سريعة. اي فاعل، المفعول منها ايه؟ مي. حلو. طب ملكية؟ ماي. برافو عليك. طيب، هي فاعل، ضمير فاعل هو. طيب، ملكية؟ his bag. his car سيارته. his money فلوسه. طيب، المفعول به him. I love him انا بحبه. ايه تاني؟ she. هي فاعل. طيب، انت طبعا انت عارف ان المفعول her والملكية her bird. ماشي. ايه تاني؟ you. في المفعول بتبقى you. زي I love you بحبك، ف I love you. لما اقول لك I love you انت كده بقت مفعول، لان انا اللي بحب، فانا I فاعل. love يحب. you هنا مفعول مش فاعل. فيو في الفاعل بتفضل هي يو في المفعول. طيب، يور ملكية. برافو عليك. مم. مفعول. اس. برافو. ملكية اور. تمام. ات. مفعول بتفضل ايه؟ ات. ملكية اتس. ماشي. ايه تاني؟ ذي اخر حاجة صحيح. ذي فاعل هم. them مفعول. حاجاتهم تبقى their. تمام. تمام جدا. لو في اي سؤال سيبوه في الكومنتس، لو عايزين اي درس برضه سيبوه في الكومنتس. واعتقد ده كانت الضمائر بشكل مختصر جدا. مش هتعرف تتكلم انجليش الا لو انت عارف الضمائر. فراجع الفيديو تاني. لو انت حاسس ان في حاجه مش فاهمها راجع الفيديو تاني. او اكتب الفيديو، اكتب الورقه وقلم واكتب. بس حاول اول مره ما تكونش كتبت، تاني مره حاول تشوف الفيديو انت بايه وانت بتكتب يعني. حاول تفهم بعد كده تكتب. يلا اشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.